بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، هذا الدرس الثالث من سلسلة بناء الإيمان في زمن التحولات. عرفنا أن الزمن الذي نحن فيه في هذه الفترة له خصوصية وله إشكاليات معينة، وعرفنا أن الأمم عادة في الأحوال المشابهة تنشأ فيها أفكار وحالات نفسية، هذه الأمور ينتج عنها توجه اجتماعي في كثير من الأحيان يؤدي إلى ظروف اجتماعية ربما تجعل الأمة تنحط وتعيش حالة من الذهول والإحباط، وربما تكون حافزاً للأمة لكي تستعيد قوتها وقوامها، فيشتد بأسها وقوتها وتنشأ من جديد لتعيد البناء. هذان الطريقان مفتوحان الآن أمام مجتمعنا وأمام أمتنا. نحن نعيش ظرفاً يحتمل أحد السلوكين: إما أن ننهج طريقاً ننهض به ونقوى ونعز ونرتقي ونصبح مفتاحاً لعزة أمتنا في هذه الحياة، وإما أن نركن إلى الدنيا أو ننظر إلى النواقص التي تنقصنا من أشيائها فنتعرف على ذاتنا من خلال الأشياء التي نملكها فقط من الماديات، وبالتالي يصيبنا حالة من العجز النفسي والإحباط النفسي، أننا إذا نظرنا إلى الأمم الأخرى المتمدنة وجدنا أنهم امتلكوا كثيرا من الأشياء والأسباب، وبالتالي فقد سبقونا، وإذن فنحن أمة متأخرة لا يرجى منها خير. إذن هذا طريق وذاك طريق، والطريقان الآن مفتوحان أمامنا، وذلك بحسب نظرتنا إلى أنفسنا وفهمنا لأنفسنا. من نحن وماذا نصنع؟ من نحن وماذا نصنع؟ في التاريخ مثال لكل واحد أو أمثلة كثيرة، لكن أذكر مثالين: مثال للحالة الأولى ومثال للحالة الثانية. مثال حالة الإحباط عن الترقي أو الظن بأننا لا يهمنا شيء، وإنما نحن نريد الدنيا وهم الدنيا. فأما المثال هذا الأول فيمثله بنو إسرائيل بعد سقوط فرعون، ونحن إذ سقط فرعوننا فالآن أمامنا الحالة التي عاشها بنو إسرائيل. نظروا إلى المادة، نظروا إلى الأشياء، نظروا إلى الدنيا وأمورها، لم ينظروا إلى عناصر القوة الحضارية، لم ينظروا إلى عناصر الرسالة ومعنى الوجود للأمة، فقدروا أن هذه الأمة هي بحاجة إلى أشياء مادية، كان عندهم مجرد المن والسلوى، فقالوا: نريد أن تدعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. نظروا إلى هذه الأشياء المؤن التي يأكلون بها ويغذون أجسادهم ويتلذذون بطعومها، ووقف فكرهم عند هذا الحد ورضخوا للمادية، حتى أنهم في تصورهم لله عز وجل قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما رأوا أن عبدة الأوثان يعبدون أوثانا. ولذلك أبدع لهم السامري ابتدع لهم بدعة فصنع لهم عجلا له خوار، لذلك سرعان ما أقبلوا يعبدون ذلك العجل لأنه مادي حسي مجسم. ثم قالوا
يعني نريد الماء. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله تعالى يريد منهم شيء أهم من كل شيء: لا تعثوا في الأرض مفسدين. عيشوا في الأرض لتعمروها بالخير، لتقيموا فيها العدل، تقيموا فيها معاني الأمة الحقيقية التي يأمر الله تعالى بها، كما قال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله تعالى يريد هذا الشيء أن يبنى في الأمة، وهم كانوا يتفكرون: نريد البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل، لا يكفينا المن والسلوى، نحن نريد السعة في العيش، السعة في أصناف الطعام وفنونه وأنواعه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عبر عن حالهم، قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. صارت قلوبهم أشبه ما تكون أقسى من الحجارة. لذلك لما صار هذا هو الحال الذي عاشوه واتصفوا به، جاءتهم النتيجة ألا وهي عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وهي التيه 40 سنة في صحراء سيناء. مع أنهم ذات الناس لم يتبدل الناس هؤلاء، لم يأتي الجيل الذي بعدهم، الجيل نفسه الذي أنقذه الله تعالى من فرعون ونجوا إلى الطرف الآخر وشق لهم البحر وجعل من أجلهم هذه المعجزة وفعل من أجلهم المعجزة. هؤلاء الجيل أنفسهم هم الذين حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالتيه 40 سنة. لماذا نفس الإنسان، نفس المجموعة، نفس جماعة الناس، نفس القوم، الله تعالى مرة يجعل لهم المعجزات ومعجزة عظيمة جدا يشق لهم البحر، ومرة يجعلهم يتيهون في الصحراء يعاقبهم؟ هل هؤلاء يعني الله تعالى حاشا له سبحانه وتعالى أنه لا يعلم ما يستحقون؟ بل يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك. ولكن الله عز وجل عنده قانون: إن تنصروا الله ينصركم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولو كنتم أنتم أنفسكم. يوم اللي تنصروا الله سبحانه وتعالى الله ينصركم، يوم اللي تتولوا الله سبحانه وتعالى يستبدل قوما غيركم. ليس عند الله سبحانه وتعالى هؤلاء فلان وفلان هؤلاء مميزون لأنهم أسماؤهم فلان وفلان وفلان. ليس التمييز عند الله تعالى والتكريم بالأسماء ولا بالأنساب ولا بالانتماء ولا بالقوميات ولا باللغات ولا بالغنى والفقر ولا بشيء من هذه الأشياء. التمييز عند الله تعالى بالتقوى والاستقامة. وهذا الآن هنا معاملة الأمة فعلى مستوى الأمة. فإذا كانت الأمة مستقيمة الله سبحانه وتعالى أعطاها ما تستحق، وإذا كانت الأمة متخاذلة الله سبحانه وتعالى أعطاها ما تستحق. ولو كانوا هم أنفسهم في فترة من حياتهم استقاموا وفي فترة من حياتهم تخاذلوا، الله تعالى يعاملهم في هذه الفترة بما يستحقون وفي الفترة الأخرى بما يستحقون. هذا هو المثال الأول، مثال الذين تقاعسوا عن المسؤولية التي عليهم، مع أن الله تعالى أمنهم ونصرهم وحررهم من نير فرعون والعبودية له. المثال الثاني مثال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين فتح الله تعالى لهم فتحا مبينا. الله تعالى فتح لنا هذا الفتح، ولكن ماذا بعد الفتح؟ ربنا تعالى يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هو هذا الفتح؟ إنه صلح الحديبية. مع ما قد يظهر للناس أن صلح الحديبية هذا شيء بسيط. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أفتح هو؟ قال: نعم. بفتح صلح الحديبية أمن الناس بعضهم بعضا، فجعل الرجل يجلس إلى ابن عمه فيدعوه إلى الإسلام فيدخل في الإسلام،
فأسلم في سنتين أضعاف الذين أسلموا من قبل في 19 سنة، في سنتين فقط. جاءت السنة الثالثة بعد صلح الحديبية، السنة التاسعة للهجرة، كانت غزوة تبوك، فكان العدد فيها 30 ضعف المقاتلين الذين كانوا في غزوة الأحزاب. بسبب ماذا؟ بسبب العمل بما يريده الله سبحانه وتعالى ويرضاه الله سبحانه وتعالى من الأمة المسلمة. فلما عملت الواجب الذي عليها، الله سبحانه وتعالى أعطاهم النتائج. فماذا كانت النتائج لما استمر هذا الجيل، جيل الصحابة الذين آمنوا والذين حضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حملوا الراية من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 25 سنة فقط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزالوا دولة الفرس من الوجود، وحسروا دولة الروم إلى القسطنطينية. أيضا سنوات أخرى قليلة بعد ذلك امتد ملك المسلمين ودولتهم من تخوم الصين إلى تخوم فرنسا، وضموا أرمينيا وإلى الحبشة. هذه الرقعة كلها تقريبا العالم أو أغلب العالم كله دولة واحدة، دولة واحدة فقط غير مقسمة، عاصمتها دمشق. من هنا من جوار المسجد الأموي كانت يحكم العالم كله. فكيف؟ لماذا؟ ما السبب؟ لأنهم طبقوا الذي يريده الله تعالى منهم. ولا ينصرن الله من ينصره، الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تكلمنا أيضا فيما سبق عن سنن الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي، وأن سنن الله تعالى قوانينه وهي 4. قانون السنن الغيبية وهو أعلى القوانين، يضعه الله ولا يخرقه الله. والقانون الثاني قانون السنن الكونية، قوانين الطبيعية، يضعه الله، هو الذي وضعه، وقد يخرقه الله في بعض الأحيان بالمعجزات، بالنصرة للأمم المستقيمة التقية، يتجاوز بهم عن القوانين الطبيعية. القانون الثالث قانون الحلال والحرام وشرائع الله سبحانه وتعالى ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين. وهذا حتى ولو أنه ليس الأمة التي طبقته، ولو فرد واحد يطبق هذا فإنه سيلقى نتيجة عمله، لا يبخسه الله تعالى عمله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حتى ولو شخص واحد، ولو الأمة كلها منحرفة، الشخص الواحد الذي يطبق هذا الله سبحانه وتعالى يجعل في قلبه الطمأنينة، يجعل في قلبه الراحة والسعادة، ولو كان فقيرا، ولو كان مريضا، ولو كان معوزا، ولكن في قلبه طمأنينة وتوكل وصدق مع الله سبحانه وتعالى وسعادة في قلبه، الله تعالى يرزقه إياها. وأما ولو شخص واحد في أمة مؤمنة تقية، كل الأمة على استقامة، ولكن شخص واحد معرض عن الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولو أمته كلها في خير، ولو كان عنده المال، ولو كان عنده الجاه، ولو كان عنده المنصب، ولو كان عنده أشياء الدنيا، ولو كان عنده البساتين والمزارع وعنده الفلل والسيارات الفخمة، ولكن في قلبه تعاسة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا لمحة سريعة كانت عن الدرسين الماضيين لمن يحضر معنا لأول مرة، وأن الله سبحانه وتعالى يتجاوز للأمم التي تستقيم حتى إذا أعوزتها الأسباب المادية الكونية، يعني مثل ما بيقولوا الأشياء اللوجستية، فإن الله سبحانه وتعالى يتمم لهم النصر ويبهر البشرية كلها بنصره لهم، كما صنع الله تعالى في مرات كثيرة مع أوليائه من الأمم، مع الأمم التي رضي عنها، ولو كان رضا جزئي لمرحلة
قدمت بقدر مرحلة. فالله تعالى في هذه المرحلة لما ينصرهم الله تعالى يري الناس، يظهر لهم قدرته عز وجل، أنهم ما عندهم الأسباب الكافية والقوة المادية الكافية، ولكن الله ينصرهم. ولذلك هذا يسميه الله عز وجل أيام الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: وذكرهم بأيام الله. هذه أيام الله. إذن الله هو الملك، الكون مملكته، السنن وهذه القوانين هي دساتيره التي يحكم بها هذا العالم. الإنسان هو المكلف، بناء حضارته وعزته في الدنيا وسعادته في الآخرة ونجاحه وفوزه بالجنة منوط بأعماله، مربوط بأعماله. كيف الإنسان يسعد وكيف يبني وكيف يعمر هذه الحضارة ويبني الدنيا والآخرة؟ لا بد من عناصر تتوفر في تحقيق هذا البناء، من أهمها بناء العقيدة. بناء العقيدة ولو في زمن التحولات، ولو في زمن الصعوبات، ولو في زمن الشدائد، يبني العقيدة. فبناء العقيدة هو المحور الذي ينطلق منه بناء الإنسان كاملا، بناء الإنسان الحضاري، بناء الإنسان الأخلاقي، بناء الإنسان العدل، بناء الإنسان الفاعل، الإنسان الإيجابي، الإنسان الجيد، الإنسان الحقيقي. عنصره الأساسي يبدأ من الإيمان الحق بالعقيدة الحقة، الإيمان الحق بالعقيدة الحقة. يحتاج الإنسان حتى يكون كذلك إلى عقل واع ووجدان حي، يعني قلب مؤمن. وجدان حي يعني قلب مؤمن وقلب حي. إذن عقل واع، يكون عنده وعي، فهم على الله عز وجل، ما هذا الكون وماذا فيه وما أنا وماذا دوري. وقلب ووجدان حي وعمل صالح، وعمل صالح إن كان فردا أو أمة، مجتمعا، إن كان فردا أو أمة، كلاهما يحتاج إلى عمل صالح. وإذا كان العمل الصالح على مستوى الفرد، النتائج تأتي على مستوى الفرد، وإن كان على مستوى الأمة فتأتي النتائج على مستوى الأمة. والرابع نفع عام، أن يكون نفاعا نافعا للآخرين، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. هذه النقاط الأساسية التي يجب أن تبنى عليها شخصية الإنسان الفعال الإيجابي المصلح النافع. هذا الإنسان إذا وجد بشكل جماعي بهذه الصورة تبنى أمة حية، أمة صاحبة رسالة. تذكرون قديما كان في شعار يردد: أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، من غير أهدافنا لكمال هذه. أمة عربية واحدة، ولكن نحن ما ندعو إلى قومية، إنما هي أمة مسلمة واحدة ذات رسالة خالدة. موضوع درسنا اليوم أمة مسلمة واحدة ذات رسالة خالدة. إيش رأيكم؟ اخترت لأنفسنا، اخترت لنا، يعني بالنيابة عنكم، وكأني وإياكم اخترنا. بعدما طالبني بعض الإخوة أنها لا تبقى هذه الدروس على شكل محاضرات هكذا شفهية، ولو يكون لنا كتاب نعرف الخط الذي نمشي عليه ويكون مرجعا لنا في دراستنا في هذه أو حضورنا لهذه الدروس. فوقع اختياري على كتاب قريب من عنوان السلسلة، كتاب قريب من عنوان السلسلة، سلسلة عنوانها بناء العقيدة في زمن التحولات. بناء العقيدة في زمن التحولات يعني بالإيمان والعمل، اليقين والعمل، اليقين والعمل.
فهذا الكتاب عنوانه إخراج الأمة. عنوانه إخراج الأمة. معلش مشان نجيب له تفاصيل هيك. إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها. عنوان الكتاب مرة ثانية: إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها. المؤلف ماجد عرسان الكيلاني. هذا المؤلف صاحب فكر طيب فيما أرى، هكذا أحسب يعني، ومن خلال قراءة كتبه أو بعضها. له كتاب مشهور قيم: هكذا ظهر جيل صلاح الدين، وهكذا عادت القدس. يأتي فيه بتحليل لواقع الأمة التاريخي قبل فتح معركة حطين، قبل معركة حطين التي فتح الله تعالى فيها للمسلمين بيت المقدس وتحرر على يد صلاح الدين الأيوبي. وهذا العنوان يناسب الحال الذي نحن فيه، فنحن الآن نجلس مقابل قبر صلاح الدين الأيوبي، الآن في مقابل قبر صلاح الدين الأيوبي. والآن نعيش في فترة استلاب للمسجد الأقصى وبيت المقدس. وهذا الحال حال مؤشر خطير جدا. من أسرار بيت المقدس لو تتبعنا تاريخ الأمة أنه مؤشر لصلاح الأمة. القدس والمسجد الأقصى مؤشر صلاح الأمة المؤمنة. كلما استقامت الأمة المؤمنة الله تعالى جعل لها السلطة والسلطان والحكم على المسجد الأقصى، على بيت المقدس. كلما ضعفت الأمة المؤمنة في تمسكها بإيمانها انتزع الله تعالى المسجد الأقصى من يديها، وجعل لأعدائها السلطة والهيمنة على المسجد الأقصى وبيت المقدس. وكأنه مؤشر سيارة الأمة، كيف التابلو المؤشر يبين حركة المحرك وسرعة السيارة وكذا، كذلك هذا القدس هي المؤشر. القدس هي مؤشر الأمة. كلما استقامت الأمة فالقدس في يدها، وكلما ابتعدت الأمة فالقدس تخرج من يدها. وجعل الله تعالى هذا قانونا يتكرر، فقال سبحانه وتعالى: وإن عدتم عدنا، في حق بيت المقدس، وإن عدتم عدنا. فهذا الحال الآن نحن في حال الضعف، ولذلك فالمسجد الأقصى ليس في أيدي المسلمين. كيف يرجع المسجد الأقصى إلى المسلمين؟ لا بد من أن نصبح في حالة قوة. قوة ماذا؟ قوة الأسباب المادية هذا جزء، وليس المطلوب كاملا، وإنما المطلوب فيه ما نستطيع. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. المكلفون به هو المستطاع، ولكن المطلوب من أجل تحققه أن الأمة ترجع إلى دينها على الوجه الإجمالي العام. وسبق أن ذكرت السبب الفعال في هذا، وهو ما شرحته من كلام ابن خلدون في المحاضرة قبل السابقة، إذ قلت العنصر الرئيسي في قوة أي أمة ونهضتها ولو كانت كافرة، وضعف أي أمة ولو كانت كلها مسلمة، ما هو؟ كما بينه ابن خلدون سماه بالعصبية. وما معنى العصبية عند ابن خلدون؟ ليس الذي نفهمها، وإنما هو الروح المعنوية الجماعية العالية التي تحمل جملة وعموم أفراد الأمة على أن يقدم كل واحد منهم المصلحة الجماعية للأمة على المصلحة الفردية لنفسه. إذا وجدت هذه الروح الجماعية العالية في الأمة تنهض ولو كانت غير مسلمة. هذا من أجل الدنيا. وأما الأمة المؤمنة فإذا تحقق فيها هذا، فإن المزية التي لها
أنها ولو وجدت أخرى تفعل نفس الفعل الذي تفعله وفيها نفس الصفة هذه التي اتصفت بها، بأنها تقدم، كل الناس يقدمون المصالح الجماعية للأمة على مصالحهم الفردية، فإن عندها ستكون الأمة المؤمنة إذا وجد فيها هذا الوصف تتفوق على كل الأمم الأخرى ولو كانت قوية، وتصبح هي الأمة المنتصرة على جميع الأمم. فإذا إخراج الأمة المسلمة، كيف تخرج؟ كيف تحيا؟ هذا عنوان الكتاب الذي اخترته لكم. من أراد يمكن يحمله على الموجود على النت. إخراج الأمة المسلمة وعوامل مرضها وصحتها، حتى نحذر من عوامل المرض ونأخذ بعوامل الصحة. أول شيء بدنا نتعرف عليه اليوم مثل ما قلت: أمة مسلمة واحدة ذات رسالة خالدة. ما معنى أمة؟ ما معنى أمة؟ كلمة أمة في أصلها مأخوذة من أمة يعني الإمام، فالأمة هي الإنسان الذي يكون معلما للخير وإماما فيه، يعني متقدما قدوة فيه، الذي يعلم الخير ويكون قدوة فيه. هذا الإنسان ممكن يكون فرد، ممكن يكون فئة، ممكن يكون مجتمع عظيم جدا، ممكن يكون ملايين الناس، كتلة بشرية هائلة. ما دام يتحقق فيها هذا الوصف فهي أمة، وإذا كان فرد واحد يكون أمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إخراج الأمة المسلمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أصحاب رسالة لازم يكون، فذكرها الله تعالى في الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس ذات رسالة خالدة. ما هي؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه رسالة هذه الأمة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى سماها أمة، وقال في حقها وأمرها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فشو دائما أمة شو بدها تكون عم تعمل؟ عندها رسالة تؤديها. فهذا وصف الأمة، أمة معناها لها رسالة تجمعها وتؤديها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في زيد بن عمرو بن نفيل، تعرفون زيد بن عمرو بن نفيل؟ هذا كان عم أو ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان زيد بن عمرو بن نفيل قد مات، فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم بزيد بن عمرو بن نفيل قبل البعثة. وكان زيد بن عمرو بن نفيل من صفاته أنه كان رجلا موحدا يعبد الله وحده، لا يعبد الأوثان قبل البعثة، وكان لا يأكل من الذبائح التي يذبحها أهل الجاهلية على الأنصاب، وكان لا يأكل لحما إلا أن يذبحه بنفسه لله، يذبح اللحم هذا لله فيأكل منه، يعني مثل كأنه يكبر، يعني يزكيها لله تزكية صحيحة. رآه النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصفه عليه الصلاة والسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره فقال: زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده. يبعث يوم القيامة أمة وحده. ليه؟ لأنه كان صاحب خير، وكان قدوة في نفسه بهذا الشيء، وكان يدعو الناس إليه، فكان دائما يأتي إلى قريش في الجاهلية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أيها الناس، النسمة يعني الغنمة أو البقرة أو البعير الجمل، النسمة يخلقها الله ويخلق لها رزقها،
ثم تذبحونها على النصب، والله ليس هذا بالحق، فينهاهم عن منكرهم وفعلهم. فلذلك هذا كان أمة، صاحب رسالة، صاحب منهج، صاحب رؤية صحيحة، صاحب دعوة يعني خير، دعوة خير، يعلم الناس هذا الخير، وكان قدوة في نفسه يفعل هذا الخير. فلذلك يبعث يوم القيامة أمة وحدة. إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم عليه السلام كان أمة، لأنه كذلك كان داعية إلى الخير، وكان قدوة في الخير، وكان معلما له. كذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأمة في مواطن عديدة، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أيضا ذكرنا الآية. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال فيما يرويه عنه فروة الأشجعي، قال كنت جالسا مع ابن مسعود فقال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقلت يا أبا عبد الرحمن إنما قال الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فأعاد ابن مسعود قوله إن معاذا، أكمل الكلام، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فلما رأيته أعاد، يعني هذا التابعي يقول فلما رأيته يعني عبد الله بن مسعود أعاد كلامه عرفت أنه تعمد الأمر. أنا ظنيت من أول أن معاذ طلعت سبق لسان على لسانه، كان بده يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا، أم قال إن معاذا كان أمة، فظننته أخطأ فصححت له فرجع أعادها. فلما أعادها عرفت أنه كان متعمد، هو ما له غلطان، مو خطأ طلعت على لسانه. قال فلما رأيت تعمد الأمر فسكت. فقال ابن مسعود أتدري ما الأمة وما القانت؟ قلت الله أعلم. قال الأمة الذي يعلم الخير ويؤتم به ويقتدى، والقانت المطيع لله. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه معلما للخير مطيعا لله ورسوله. وهذا إذن قد يكون إنسانا، هذا الإنسان قد يكون فردا، وهذا الإنسان قد يكون جماعة. يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. في جماعة من بني إسرائيل كانوا متحققين بهذه الصفة، كانوا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والآية ذكرناها عن الأمة الإسلامية كلها ولتكن منكم أمة. وقد يكون طائفة أو قبيلة لها معتقدها ونهجها، مثل قوله تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما. فالأمة ذات رسالة، ذات نهج، ذات يعني عمل يقتدى به، لكن قد تكون أمة صالحة، قد تكون أمة مفسدة. قال وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. إذن كل فئة حتى ولو شخص ولو جماعة كبيرة فيها عمل هو نهج وهم فيه قدوة وهم دعاة إليه، صار شو اسمهم؟ أمة. وقد يكون الجيل، وقد يكون هذا الإنسان اللي هو أمة جيلا له فكر واحد، الجيل يعني اللي له فكر واحد ولون حضاري واحد، مثل قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في جيل الصحابة الذي رباه إن لكل أمة أجلا وإن لأمتي 100 سنة، فإذا مرت على أمتي 100 سنة أتاها ما وعدها الله. وقد يكون مجموعة متميزة بالتزامها مثل الرسالة ومبادئها،
كما في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن بسبب هذا التميز سيدنا عمر قال لما ذكر هذه الآية: تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا. وفي تفسير هذه الآية يقول ابن عباس: هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا، سيدنا عمر قال تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا، اللي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما قال أنتم خير أمة أخرجت للناس، وإنما كنتم أي وجدتم، فأنتم لها شرط، هذا كينونة، أنتم دائما، معناته هذا وصف لاصق فيكم، أنتم ما بتغير عنكم هذا الوصف، ولكن كنتم هذا كينونة، فإذا تحققت تحقق الوصف، وإن لم تتحقق زال الوصف. فنكون خير أمة أخرجت للناس ما دمنا نحقق الشرط الذي فيها. ما هو الشرط الذي فيها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد يتسع مفهومها حتى يشمل الإنسانية كلها إذا اجتمعت على فكرة واحدة ومنهاج واحد، كقوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. أول شيء الله تعالى خلق البشرية كلهم أمة واحدة، ثم اختلفوا أمما أصبحوا أمة واحدة. لما كانت البشرية أول ما خلقها الله سبحانه وتعالى، لما أول ما نجاهم من الطوفان، الذين نجوا مع نوح عليه السلام، هؤلاء أمة واحدة، البشرية كلها ما في غيرهم. أيضا ورد معنى الأمة بمعنى منهاج الحياة، منهاج الحياة وما يتضمنه المنهاج من معتقدات وقيم وممارسات وتقاليد تحياها المجتمعات. قال تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، حكاية عن الكفار. قال: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. شو معنى أمة هنا؟ منهاج. إذن تأتي أمة بمعنى الإنسان فردا أو جماعة أو جموعا كبيرة الذي له رسالة وتطبيق وتعليم لهذه الرسالة ونشر. وتأتي بمعنى المنهاج الذي يعمل عليه الناس. المعنى الثالث بمعنى فترة زمنية. الأمة تأتي بمعنى الفترة الزمنية، مثل قوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد فترة زمنية. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إلى فترة محددة. والمعنى الرابع الذي ورد في اصطلاح في القرآن أيضا: مجموعة من الناس لها مهنة واحدة. مش شرط بقى هون، المصطلح الأولاني كان لها رسالة، هذه مجموعة لها مهنة. قال: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. شغلتهم إيش؟ السقاية، يخرجون الماء من البئر، سقاؤون. والمعنى الخامس يشير إلى مخلوقات أخرى من الحيوانات والطيور: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وكشف علم الحيوان اليوم أنه هذه الكائنات، حشرات، طيور، حيوانات، في إلها إيش؟ في إلها قواعد تمشي عليها، مثل كأنه إلها تقاليد للعمل، الحياة، نظم، نمط اجتماعي، أسلوب حياة. وتكرر أيضا مصطلح الأمة عند بعض المفسرين ليشير إلى المعاني التي مرت كلها. فعند الطبري: الجماعة والقرن من الناس، وهو دين وملة، وهو الناس كانوا على دين واحد فاختلفوا، إلى آخره. من خلال هذا نستطيع أن نقول إن معنى الأمة يدخل فيه 4 عناصر. كلمة أمة معناتها في بدها 4 عناصر. العنصر الأول العنصر البشري، العنصر الثاني الفكري، إنسان فكر، والعنصر الثالث الاجتماعي، والعنصر الرابع الزمني.
مثل ما شفنا إيش بالمعاني تبع الأمة كلها، نقدر نستخرج من المعاني عناصر الأمة. إذن الإنسان والفكر والمجتمع والزمن. طيب إذا كان نحن عندنا إنسان وفكر ومجتمع وزمن، شو بنقدر نساوي فيهم؟ إنسان وفكر ومجتمع وزمن، شو بنقدر نعمل فيهم؟ حضارة. شو بنقدر نساوي فيهم؟ حضارة. فالإسلام لما بين لنا معنى الأمة، عرفنا من خلال هذا إذا تفكرنا أن الإسلام يريد منا أن نبني حضارة، يريد منا أن نبني حضارة. ليس المقصود من المسلم أني أنا مسلم فأنا أقرأ القرآن بعد الصلوات والأذكار وأتلو القرآن وأدعو الله عز وجل. طيب أنت عبد الآن، ولكن أنت ما أديت الرسالة، أنت لست أمة الآن، أنت مسلم لكنك لست أمة. حتى نكون أمة يجب أن نستعمل هذه العناصر الأربعة: أنفسنا، أفكارنا، روابطنا الاجتماعية، مدتنا الزمنية، حتى نبني حضارة إنسانية راقية. هذا هدف وجودنا، رسالتنا في الأرض. هذا معنى الاستخلاف. هذا معنى إيش؟ الاستخلاف. إني جاعل في الأرض خليفة. متى يكون الإنسان خليفة؟ لما يبني الحضارة الإنسانية الراقية. مو بس لما يصلي، هو الصلاة مفتاح. هلا الجوال ايش شو اسمه هو؟ الجوال جهاز اتصال، ما هي؟ امتى بيكون جهاز اتصال؟ لما تشحنه ولا لما تستعمله؟ لما تستعمله صار جهاز اتصال. اما اذا بتشحنه ما بتستعمله ما هو يعني مجرد اسم، اما حقيقة ليس جهاز اتصال لانه ما في له ما عم تستعمله. الجوال بيجي معه الشاحن مشان اذا انشحن تستطيع تستعمله فيصبح للاتصال، يصبح جهاز اتصال. إذا واحد فقط يشحن الجوال وما يستعمله ما صار جهاز اتصال. العبادات للإنسان المسلم هي الشاحن، تشبيه. العبادات صلاة، صيام، حج، هذول ليش؟ الله بيستفيد منهم؟ حاشا له سبحانه وتعالى. نحن شو عم نستفيد منه؟ قديش عم طالع مصاري من الصلاة؟ ما عم نستفيد مادة، لكن ما في فائدة. لا طبعا في فائدة. شو الفائدة منهم؟ شاحن، طاقة. بالعبادات أنت تشحن الطاقة الإيمانية. بالعبادات شو عم نعمل؟ نشحن الطاقة الإيمانية. هذه الطاقة الإيمانية نستعملها من أجل أن نبني بحيوية، نعمل بحيوية. لما نعمل بحيوية ننتج حضارة إنسانية راقية. إذن علاقة العبادة بالحضارة. فبهذا تبين أنه إيش؟ العنصر الرئيسي في الأمة هو الرسالة، مثل ما رجعنا نقول ذات رسالة خالدة، ليجمع بينها الرسالة. الله سبحانه وتعالى بين الرسالة لهذه الأمة. متى بدأ إنشاء هذه الأمة، تكوينها؟ الحقيقة الأمة المسلمة هي ليست فقط التي جاءت مع النبي عليه الصلاة والسلام. منذ آدم عليه السلام بدأ بناء الأمة المسلمة، لأنه إن الدين عند الله الإسلام. كل الأنبياء جاءوا بنفس الدين، نفس العقيدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، يعني مثل أبناء الضرائر، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يعني أبناء الضرائر بيكون الوالد واحد والوالدات مختلفات. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بعقيدة واحدة: إن الدين عند الله الإسلام. أول ما ينصرف الدين إلى العقيدة. وشرائعهم متعددة حسب الأحوال والظروف التي عاشها الأقوام، ولكن العقيدة واحدة منذ آدم عليه السلام. ما جاء ولا نبي بعقيدة مختلفة عن النبي الآخر. كل اختلاف بين عقيدة
منسوبة إلى موسى عليه السلام أو غيره من الأنبياء وعقيدة محمد صلى الله عليه وسلم سببه التحريف. أي اختلاف بين العقائد الأساسية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وعقائد الأمم الأخرى السابقة هو سببه التحريف، لأن الأنبياء جاءوا عقيدة واحدة. لماذا لا يمكن الاختلاف في العقيدة من رسالة إلى أخرى؟ لأن العقيدة من باب الخبر. كيف يعني من باب الخبر؟ يعني الإيمان بالله، يعني الله واحد أحد، الله موجود، له صفات، عليم حكيم مريد قدير سميع بصير حي. ممكن يجي نبي آخر يخبر عن الله بكلام آخر، بيكون واحد منهم عم يكذب لأنه هذا خبر. أي الخبرين الصحيح بده يكون ساعتها؟ ما ممكن يكونوا الخبرين متعارضين وكلاهما صحيح. العقيدة من باب الخبر، لذلك لا تختلف، وإلا بصير واحد منهم إيش؟ كذب. واحد يقول في جنة حقيقية والثاني يقول لا جنة وهمية، ممكن؟ لا، لأنه هذا خبر، واحد منهم حصير إيش؟ كاذب. واحد يقول في جهنم، واحد يقول، الثاني يقول لا ما في جهنم، بس بيموتوا ما بيعيشوا مرة ثانية. ممكن يكون الكلامين صحيحين؟ لا، كمان واحد منهم حيكون كذب. واحد يقول في ملائكة والثاني يقول ما في ملائكة، بيطلع واحد كذب. لذلك العقيدة لا يمكن تختلف أو تنسخ من نبي إلى آخر. كل الأنبياء جاءوا بنفس العقيدة اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالعقيدة ذاتها. لكن ممكن الأحكام تختلف. واحد يقول لهم الصلوات كلها ركعتين ركعتين، واحد يقول لهم لا 2 الفجر 4 ظهر وعصر وعشاء و3 المغرب. ممكن، هي شرائع أحكام حسب ما يأمر. فالشرائع من باب إيش؟ من باب الإنشاء. شو يعني باب الإنشاء؟ باب الطلب، باب الأمر والنهي، باب الأمر والنهي. ممكن النبي يأمر بشيء والثاني ينهى عنه، هذا مو مشكلة، مو مستحيل. ما بيكون واحد منهم كاذب. هذا الله أمر في زمنه بأفعلوا كذا، وهذا الله بزمنه أمر في زمنه أن أفعلوا عملا آخر. واحد موسى عليه السلام أمر الله موسى عليه السلام أن يخبر قومه، يأمر قومه إذا تنجست ثيابهم إما أن يلقوها ما بتعود قابلة للتطهير لا تطهر، أو أن يقصوا موضع النجاسة، أما بالغسيل لا تطهر. فعندهم الثوب الذي يتنجس لا يتطهر مرة ثانية. هذا في شريعة موسى عليه السلام. في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الثوب إذا تنجس يطهر بالغسل. فإذا الشرائع ممكن تختلف. كان في الشرائع السابقة أن يجمع الرجل بين أختين، يتزوج أختين مع بعضهما جائز. في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز. فإذا الشرائع ممكن تختلف. المفيد بهذا الكلام شو هو؟ العقائد لا تختلف من نبي إلى آخر. فبناء العقيدة للأمة، إذا كانت الرسالة هي تبدأ من العقيدة، فبناء الأمة المسلمة بدأ مع آدم عليه السلام، لأنه هو أول من جاء بالعقيدة الصحيحة. ويستمر بناء الأمة كلما ذبلت هذه الأمة المسلمة وظهرت أخرى مخالفة لها، يأتي نبي آخر يسعى في بناء الأمة المسلمة وتجديدها من جديد وإحيائها من جديد. فالأنبياء كلهم جاءوا من أجل بناء ذات الأمة وإعادة إحياء نفس الأمة. هكذا إلى أن كان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فجاء لإحياء الأمة المسلمة. وهذه الأمة الخاتمة بدأت مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان أمة عليه الصلاة والسلام، لأنه كان صاحب رسالة وصاحب يعني شخصية قدوة، صاحب رسالة وشخصيته قدوة، وكان يدعو إلى هذا ويعلمه. تحقق وصف الأمة ولا ما تحقق؟ إذن أول الأمة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أمة، بدأ وجودها، نشأت الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم جاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتابعوا الرسالة هذه، وهكذا إلى اليوم. وصلنا إلى فترة كان يقال لنا أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، أهدافنا وحدة حرية اشتراكية. هل هذا نفس رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لا. إذن كان هناك طمس لمعالم هوية الأمة الحقيقية، والآن نحن بصدد ماذا؟ بصدد إعادة إحياء هذه الأمة المسلمة الحقيقية. هذا هو الرسالة التي علينا أن نحملها. من أراد أن يتابع معي هذا الدرس فيفيده أن يحمل معه كتاب إخراج الأمة المسلمة عوامل مرضها وصحتها للمؤلف ماجد عرسان الكيلاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.